السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات. بشكركم دايما كالمعتاد طبعا على تشجيعكم للقناة ودعمكم ليها، وتعليقاتكم الجميلة اللي بتقولوها لي. يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب، وأقدر أكون موفق إن أنا أوصل لكم حاجة جميلة وحاجة مهمة لمحبي الساعات وهواة جمع الساعات وهواة تصليح الساعات. أشكركم جدا جزيلا. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة مهملة في التاريخ كله، يعني يمكن كتير جدا 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 ما يعرفوش حاجة عنها خالص. ما يعرفوش ان الاتحاد السوفيتي يا جماعة والساعات الروسي والإنتاج الروسي في الساعات ده متقدم جدا من زمن بعيد. لكن للأسف هم ما بيعملوش دعاية لنفسهم، هم بيعملوا دايما اكتفاء ذاتي. هم عايزين شعب كبير جدا، مليارات من الناس طبعا عايزين يعملوا انتاج، فبيبيعوا لنفسهم بحيث ان هم ما بيعملوش دعايه، بيبيعوا اكتر اللي بالبره على اساس ان هم يعني يا دوب يغطوا نفسهم. زي كده كوريا الشماليه قافله على نفسها، الاتحاد السوفيتي كان طول عمره قافل على نفسه، يمكن دلوقتي انفتح شويه بعد بوتين يعني. لكن غير امريكا طبعا وانجلترا في الساعات وسويسرا وفرنسا في الساعات يعني، والمانيا برضو في الساعات، يعني حاجه بيعملوا دعايه جميله جدا وبيحاولوا يفننوا. وبرضو الروس زي ما انت شايف الساعات انت شايفها قدامك دي روسي، شوف جمالها وشوف النقشه اللي عليها، وشوف ساعة بوكيت من يعني من ما لا يقل عن 100 سنة، يعني جميلة. وشوف بتلمع ازاي وتحس انها تقيلة، وساعة قيمة جدا. ساعة عادية اهي، يعني دي برضه من مثلا 1950 55. يعني سبحان الله ساعة جميلة جدا 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 يعني، ومتينة، والإزاز بتاعها شوف تخين ازاي، يعني ساعة جميلة. وشوف قفلتها من ورا حاجة تانية خالص غير أي نوع من الساعات التانية، يعني رائعة جدا طبعا. ودي زي ما انت شايفها ستوب ووتش، يعني ساعة جميلة يعني. برضو زي ما بقول لكم يعني من الساعات الرائعة الساعات الروسي ديت اهو. شوف مثلا نيجي نفتحها هنا، شوف المنظر جميل، منظر جميل. شوف العقرب بيشتغل ازاي، فن بسيط وناس فنانة فعلا، ناس فنانة فنانة. بص المنظر هنا عاملين ازاي. هنشوف كل ده يا جماعة تحت الميكروسكوب برضو مع بعض بإذن الله. شوف مش سايبينها برضو فاضية زي السويسريين وزي الألمان، يعني ما بيعملوا حاجة فنية، ناس بتفنن مظبوط. شوف الساعة دي وجمالها، يعني ساعة فيري سيمبل فيري سيمبل خالص. يعني ماركة بولجوت ديت محدش يعرف عنها حاجة طبعا لأنها روسي، لكن للأسف هي ماركة متينة وماركة جميلة جدا جدا جدا. وهنا برضو السكام دي ساعة من الماركة، من ستوب ووتش، من الستوب ووتش الكويسين جدا جدا يعني. اللي هي يعني لما تيجي تقارنها هي بساعة مثلا سويسري ستوب ووتش اللي احنا يمكن عملنا عليها قبل كده فيديو، هتلاقي يعني تعالى نحطهم جنب بعض كده بالله عليكم انهي احلى؟ انتوا قولوا. شوف هنا مفنن ان نعمل لك حتى زرارين، يعني هنا انت بتيجي تشغلها اهو بتشتغل، وبعدين بتوقفها عادي وبعدين ترجعها عادي. لكن هنا بقى شوف بقى بتشغلها جميلة، صوتها جميل. بص صوت واضح. بص هنا بقى توقفها كده عشان ما يختلفش معاك، يبقى ما تجيش تجي تك تكتين غصب عنك تقوم راجعه. دي لوحدها بقى عشان ترجعها، يبقى انت كده حسبت حسبتك مظبوط وعرفت القياس مظبوط جدا، وتقوم ايه قافلها بزرار تاني عشان ما يحصلش غلط ان انا هنا اقوم عامل كده واقوم عامله كده خلاص قفلت، لكن كده وخلاص هقف كده عشان ارجعها تاني عشان اقدر اقرا الرقم كويس، اقوم ايه مرجعها من زرار تاني هنا. يعني فكرة جميلة. بص المنظر الاتنين ادي زي ما انت شايف سويسري اللي هي ديت، هنشوفها برضو تحت الميكروسكوب اهي سويس ميد. وهنا سي بي الاتحاد السوفيتي زي ما انت شايفه، يعني رائعة. ودي برضو زي ما انت هنشوفها برضو زي ما قلنا تحت الميكروسكوب يو اس اس ار اللي هي الاتحاد السوفيتي القديم، اللي هو يونيون اوف سوفيت سوشياليست ريبابليك، جمهورية الاتحاد السوفيتي المتحدة زي احنا شايفين يعني. فبقول لك يعني شوف دي او ساعة دي جميلة، شوف منظر من ورا شكله ايه، ستوب ووتش مش سايبينها كده خالص، يعني هنفتحها برضو ونشوفها مع بعض. دي حاجة مهمة يا جماعة علشان ندي كل صاحب حقه فعلا، يعني في الانتاج وفي الساعات في كل حاجة يعني. تعالوا نشوف كده دقة الساعات دي والمكن بتاعها تحت الميكروسكوب.
هناخد ان شاء الله ساعة ساعة في حلقة في حلقة ان شاء الله سبحانه وتعالى نتفنن فيها. هنبتدي الاول بالساعة الصغيرة ديت ان شاء الله، الساعة اللي هي الميكانيكال دي الجميلة دي، ونشوفها كده تحت الميكروسكوب مع بعض، ونشوف جمالها ونشوف اتقانها ونشوف فنها ازاي. قبل ما نبتدي طبعا هنيجي نفتحها من ورا زي ما انت شايف كده. طبعا نجيب الحاجة البسيطة دي، نجيب الفتاحة العادية اهي، فتحت على طول، نشيلها بقى كده. شوف بقى نظام ازاي الفتح، نظام تاني خالص يعني، حاجة حبيت اوريهولكوا يعني. وبعدين نفتح بخشب عشان ايه ما نجرحش، يفلت مننا المفك يبوظ الدنيا. شوف الدواير هنا هنشوفها برضو تحت الميكروسكوب. يعني الصراحة الساعات الروسي دي ممكن تاخد مننا وقت طويل، وقت طويل جدا يعني. بص تفتح ازاي، بص ازاي، يعني ايه ده، ايه الاتقان ده، عشان يبقى فيها كل ده يحمي ميه، ميبقاش منها على الطرف بس، لا، يبقى كل ده محمي من دخول الميه. وبعدين في غطا تاني اهو، اهو اللي هو ده زي ما انت شايف. يعني تصميم جميل. تعالوا كده نشوفها تحت الميكروسكوب مع بعض. اهلا بيكم عشاق الساعات ومحبي الساعات. زي ما انتم شايفين اهو، الساعه اللي قلنا عليها بولجو ديت، ساعه يعني روسي متقنه جدا، فيري سيمبل خالص في تصميمها. زي ما قلنا الساعه السايكو يعني اللي احنا شفناها قبل كده، يعني فيري سيمبل، يعني ما فيهاش تعقيدات خالص. 17 جول، وزي ما انت شايف كده طبعا المينا بتاعتها لما تبص لها تحس ان هي منقطه، فيها تنقيط اهو، بص واضح قوي اهو. وطبعا لانها قديمه بيبقى فيها شويه حاجات متاكله من المينا. والمينا دي قلنا هي عباره عن 3 طبقات، ليها شرح تاني خالص ممكن نقعد فيه حصه كامله. تقسيمات بسيطه زي ما انت شايفها، حاجة فيها بساطة خالص زي المتوقع جدا من فعلا الاتحاد السوفيتي، إن هي تبقى حاجة يعني بسيطة. شوف هنا مكتوب أهو، يعني صناعة ميد إن يو اس اس ار أو سي 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 بي، اللي هو الاتحاد السوفيتي، اللي هو يونيون اوف سوفيت سوشياليست ريبابليك. شوف من ورا بقى، نيجي نشوف حاجة من ورا كده جميلة. بص هنا العارف معلش برضه، بص الجمال يعني، بص التقسيمات، الإزاز بتاعها هوريهولكوا ازاي تخين، وحاجة جميلة جدا جدا يعني. وهنا العلامات سيمبل خالص، التاريخ اليوم زي ما انتوا شايفينه، يعني حاجة بسيطة جدا. المفتاح بتاعها برضه مش سايبينه عادي، الأوكرا شوف عامل لها شكل مثلث هنا زي ما انت شايف اهو. يعني برضه فيها فن يعني، كان ممكن يسيبوها عادية خالص، لا ده عاملها شكل هرمي كده موجود اهو. شوفوا الإزازة بتاعتها مثلا ازاي، شوفوا تخينة ازاي يعني، يعني جميلة. بص التخن بتاعها يعني لا تقل عن 2 أو 2.5 مللي. انت شايفها السباكة دي عشان طبعا تبقى مستحمل، حاجات الروسي بتستحمل استحمال فظيع الشأن. نقلبها كده، بص الإتقان بقى معايا، بص الإتقان يعني ما زي بالظبط الساعات السويسري والألباني والأمريكاني والإنجليزي. 17 منحوتة بطريقة جميلة، جوز رقم اهو، مكنة اهو اهوت. بص المسامير بتاعتها جميلة، طبعا عايزة صيانة لأنها قديمة جدا. بص الجول هنا معمول بطريقة رائعة. الجولز دي كلها هنكبر كده شوية. بصوا النحت مثلا هنا بعد ما كبرنا واضحة جدا، حوتة بطريقة فنية يعني. برضه يا جماعة الكلام ده من زمان، من زمان يعني، من ما لا يقل عن 80 سنة يعني. ادي شوف المنظر مكتوب ازاي. بص هنا مكان تزييت ازاي، الجول هنا موجود جميل ازاي، وليه مكان فعلا صغير اهو في التزييت عشان تقدر تزيت منه. المكان الصغير قوي ده اللي انا هشاور لكم عليه اللي هو ده، عشان يا دوب تحط زيت هنا ما يطلعش على الاطراف هنا خالص. وهنا نفس الحكايه. وشايف طبعا التروس شغاله ازاي، التروس شغاله بسلاسه، تروس يعني جميله. بص حتى الترس هنا نتلاحظ، بص عم يعمل ليه تأشيرات، مش بس سايبينه كده، عاملين تأشيرات عليه بحيث يبقى منظره أحلى، يعني ما حدش هيبص فيه لكن جميل جميل. هنا عاملين له تأشيرات طولية، هنا عاملينها نقط أهو،
هنعمل فوكس عليها اهو. هنا نقط كده بسيطة خالص، وهنا تأشيرات طويلة. نفس الحكاية هنا تأشيرات هي طويلة. المسمار دوت عاملين طبعا بالشكل ده عشان بيتفتح عكسي. طبعا اللي بيصلحوا ساعات هيعرفوا الحكاية ديت شكل مخصوص. وده يعني حاجة جميلة. بص الجو اللي هنا موجود ما لا يقل عن السويسري بأي حاجة، بس للأسف هما ما بيعملوش دعاية. للأسف ما بيعملوش دعاية لأن عندهم اكتفاء ذاتي، مش محتاجين حد يشتري منهم. بص المنظر طبعا. في هنا حاجات لازم تتشال يعني في التنظيف، كل ده لازم يتشال ويتنضف. نفس الحاجة نفس الحاجة. بص الهير سبرينج هنا، الشعر ده يعني حاجة ماشية بدقة يعني جميلة 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 جميلة. يعني والله يا جماعة ما تنقص أي حاجة الساعات الروسي عن أي ساعة تانية زي ما أنت شايف. حتى القفل بتاعتها يا جماعة، شوف لما تيجي تقفلها زي ما احنا كده فتحناها في تأمين. يعني بص المنظر، الغطا 2، ادي غطا يلف كده يجي هنا كده يدخل اهو. شوف المنظر اهو، يدخل هنا بينزل كده، وبعدين نحط الغطا التاني اللي هو ده ونلفه نقفل عليه. عشان ايه؟ عشان المية ما تدخلش، ما يبقاش على طول في مية هنا. لو هنا هتلاقي المية تدخل على طول، لو هنا لا. فعاملين حاجة حاجز اهو. بص حاجز تاني هنا كل ده عشان المية تدخل. يبقى حاجز اول اللي هو ده، وحاجز تاني اللي هو ده، مش بس حاجز واحد زي الساعات العادية. ورقم الساعة وهتلاقيه مكتوب عليها يعني زي ما انت شايفه. حاجة جميلة 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 جميلة. مش هطول عليكم يا جماعة، أنا حبيت بس أوريكم جمال الساعات الروسي وروعتها. هنكمل بعد كده إن شاء الله الحلقة الجاية. هنشوف الساعة الستوب ووتش وجمالها، ومرة حلقة تانية هنعمل إن شاء الله نشوف الساعة البوكيت ووش، يعني بحيث إن نقدر نفهم الساعات الروسي دي طريقتها ازاي. واللي فعلا عنده عروسي ده يعني انا بعتبر عنده كنز، لانها حاجه جميله وتستحمل ورائعه جدا. اشكركم جدا يا جماعه انكم شفتوا الفيديو دوت، واتمنى ان هو يكون فاتكم يعني ان شاء الله. متنسوش يا جماعه تدعموا القناه ان شاء الله في التشكرات والاشتراكات الخاصه. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم عشان نقدر نكمل ان شاء الله وندي حاجات وحاجات وحاجات كتيره جدا باذن الله. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في مجموعه عالم تصليح الساعات، وهسيب اللينك بتاعها في الوصف باذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة ديت وعرفتوا يعني الروس بيعملوا ايه برضو، لان هم ناس متفوقين جدا 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 في كل حاجة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.